فعلا ناد بلاس يا بنات دائما تسألوني شلون ناخذهم شوفوا من براند لبراند يختلف، لازم نقرأ التعليمات على العلبة. بالنسبة هذا اللي أنا أخذه لايف اكستنشن ناد بلاس سيل ريجنريتر اند ريسفيراترول اليت، حبة باليوم. تبين تاخذينها قبل الأكل، في نص الأكل، بعد الأكل، أنت حرة يعني، سواء المعدة مليانة أو فاضية، هذا شيء يرجع لك شو اللي ترتاح له أكثر. حتى ال NMN نفس الشيء، بعد الأكل، في نص الأكل، في آخر الأكل. أهم شيء يكون في أول اليوم عشان الطاقة وعشان يشتغل عدل. عرفتي شلون؟ ووصيتي لكم لا تاخذون ناد بلاس يكون سعره رخيص، تكون المادة رديئة أو ال NMN. هذه صحة يا بنات لا يستهان فيها، ناخذ دايما شيء نظيف. فهذولي أنا اللي أجيبهم، وإذا مو موجودين أخذ براند تانية تكون في نفس مستوى يعني الرينج مال السعر، أكون متأكدة إنه شيء نظيف. ال NMN في بعد البيور باودر NMN، الحين أراويكم إياه بنات. البيور NMN باودر 100 جرام بس، يطول. أنا آخذه ما أكذب عليكم، فيه طعمه حامض على مر، هو يقولون في قفشة صغيرة داخل، ملعقة صغيرة داخل تاخذين فيها القياس مال الباودر. آخذه لما ال NMN مالي يكون مخلص وناطرة الشحنة توصل من اي هرب، فاضطر اني اخذه. هم يقولون التعليمات تقدرين تحطينه في اي درينك مشروب، او تاخذين الباودر بيور تحطينها تحت اللسان، بس انا ما اسوي الحركة هذه، ما قدرت عليه، فدائما احطه في شوية ماي واشربه الصراحة يعني. بس اكثر شيء اعتمد الكبسولات اريح لي. موضوع الشباب والطاقة والبشرة المشدودة يا بنات ما تعتمد بس على أشياء نحطها من برا، حتى من داخل. وأنا من النوع اللي دايما مواكبة العلم وشنو الجديد وهذا، ولما أتأكد من الأبحاث والمختبرات شنو قالت والعلماء شنو قالوا، أدرعم على طول أخذ. عرفتوا؟ هذا أنا اللي معتمدته يا بنات. إذا ما لقيتوا ناد بلاس في ريسفيراترول، ممكن تاخذون ناد بلاس وريسفيراترول منفصل عادي جدا يعني. أنا بالأول بلشت كذي، وبعدين لقيت الناد بلاس مع ريسفيراترول فقمت أخذه هو. وبس يا بنات، العناية تأكدوا إنه دايما من داخل ومن برا. تحاليلكم كل 6 شهور، اخذوا فيتامينات المعادن اللي ناقصة، لأنه كل 6 شهور نلقى شيء ناقص نكمله بمراجعة الدكتور طبعا. 6 شهور، كل 6 شهور اعتمدوا تحاليل كاملة يا بنات، اللي ناقصكم اخذوه. أراويكم شيء ثاني للشعر.